السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ العائلة. اليوم جبت لكم وصفة سهلة ولذيذة بزاف، وهي كونفيتور ديال الفريز الطبيعي. مكونات بسيطة ومتوفرة في كل دار. غادي نحضروا مع بعضياتنا مع الكونفيتور ديال الفريز بلا مواد حافظة، وكيجي بنين بزاف مع الخبز وحتى مع الحلويات. خليكم معايا حتى الاخر باش نشوفوا الطريقات كامله ونصائح باش ينجح معكم 100%. كناخذوا الفريز ديالنا، كنغسلوه مزيان. كان عندي هنا جوج كيلو ديال الفريز وكيلو ديال السنيده. غناخذوا الفريز ديالنا ونقطعوه لقطع صغيره، باش هكا ما نحتاجوش ندخلوا الكونفيتير ديالنا، يعني نخليوه مثلا ملي يطيب غيجيو فيه دوك القطع طيبين وما يحتاجوش يطحنوا. المهم نتوما تشوفوا معايا في الاخر الفيديو ان شاء الله. هنا ناخدو الفريز ديالنا، من بعد ما شعلنا البوطه شعلنا عليه العافيه تكون شويه ما مجهده ما ناقصه، تكون بينو بين. نديرو الفريز ديالنا، من بعد نديرو سنيده، نحركوها واحد شويه باش تهبط داك السنيده. كما كتشوفوا معايا من بعد ما درنا سنيده نخلطو مزيان باش يدخل لينا الفريز مع السنيده، تهبط ديك السنيده باش تذوب. هنا كنضيفو واحد شويه ديال الحامض، واحد القطرات ديال الحامض، بالنسبه للحامض ما نديروش حامض كتير، نديروش قياس واحد الملعقه كبيره ولا 2 معالق، يعني غير داكشي اللي كيعطي واحد النسمه زوينه وكيحافظ على اللون ديال الفريز.
هنا كانت طاحت لي واحد اللعيبه ديال الحامض وحيدتها. كنخلطو مزيان صافي، وهنا كنخليوه كنسدو عليه ونخليوه يذوب. هنا من بعد ما كيذوب معنا داك السكر كتشوفوه كيولي بحال الماء، بحال زدنا الماء، حنا راه ما زدناش الماء، ولكن ديك السنيده ملي كتذوب كتعطي كتطلق داك الماء ديالها. صافي كنخليوه يطيب مزيان. هنا من بعد ما خليناه تقريبا واحد 10 دقائق طلينا عليه. كشتو دابا بدا كيغلي. كنحركوه شويه ملي كيغلي وكيطلق واحد الكشكوشه. كما كتشوفوا الكونفيتور ديالنا بدا كيغلي مزيان وبدا كيطيب. دابا غنحاولوا نحيدوا هاد الكشكوشه هادي، نقصوها شويه لانه كثيره. انت باش تحيد ديك ما كتعجبني، ما صراحه ما عرفتش شنو مناش كتجي هاد الكشكوشه ولا شنو السبب ديالها، ولكن كنبغي نحيدها باش ما تعطيش ديك، ما تبانش بزاف في الكونفيتور ديالنا. كنحيدوها كامله كنقصوها صافي وكنخليوه يطيب مزيان. انا تقريبا الوقت اللي وجدت فيها الكونفيتير كانت تقريبا واحد 40 دقيقه. العافيه مهيله حيت من بعد ما كيغلى مزيان كنقصوا العافيه شويه، ما نخليوهاش مجهده بزاف. وهنا الكونفيتير ديالنا بدا كيبان وبدا كيقرب يطيب. اسمحوا لي على الصوت ديال الموتور. الوقت اللي كنت كنسجل فيه هذا الفيديو كان صوت الموتور كان مشاهد، يمكن تكونوا سمعتوه. ايوا هنا هو الكونفيتور ديالنا وجد، ولا ثقيل وطيب مزيان. كنتمنى يعجبكم الفيديو. هذا اول فيديو ديالنا في القناه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم. هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتشجعونا ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو وجربوا الوصفه ديال اليوم. هذا وقت الفريز، وكنتمنى تجربوه وتعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم الفيديو واقترحوا عليا وصفات جديده بغيتو نديرها لكم. وبسلام عليكم.